كردستان ماجيك في مدينة الحب والجمال، مدينة الثقافة والفن السليمانية. نبدأ رحلتنا اليوم مع واحد من ألمع نجوم الفن في سوريا والبلاد العربية، فنان صاحب مشروع معرفي متميز، النجم الكبير أيمن زيدان. شكرا يا شاهي، منورة بوجودك. شكرا، وهي قليلة بحقك عن جد. يسلموا ايديك يا رب. شكرا. كيف كانت رحلتك؟ إن شاء الله كانت سهلة وبسيطة؟ لا الحمد لله، الحمد لله. بعدين واحد جاي لعند ناس بيحبهم، لا إن شاء الله هي المشاعر بتهزم كل التعب. أكيد، وإن شاء الله راح تكون أجمل وأجمل الرحلة الجاية إن شاء الله. بالعموم الجمهور الكردي عنده تقدير كبير للفن والفنانين، أكيد، وأنت من الفنانين اللي لهم معزة ومكانة كتير خاصة عند الكرد. شكرا، وهي شهادة بعتز فيها. أنا بتمنى لكل اخواتنا الكرد الاحبه طبعا جميعا حياه مليئه هيك بالسعاده والفرح والبهجه دائما. طبعا هي مو اول زياره لك. لا، انا سليمانيه حصرا جئت 2019، شاركت بمهرجان سليمانيه السينمائي، كان عندي فيلم من اخراجي اسمه امينه، واذكر جيدا الحفاوي اللي استقبل فيها الفيلم والحفاوي اللي استقبلت فيها من أهلنا بسليمانية، وكانوا يعني 5 أيام رائعين محفورين بذاكرتي وبوجداني بصراحة. حلو، يعني عندك نشاطات كثيرة بكردستان. أكيد أكيد، هذا الشيء بيسعدنا، وجودك شكرا. وجود أعمالك هون هذا الشيء كثير بيسعدنا. تسلمي يا رب، وأنا كمان بيسعدني وحقيقة بتعرفي في مدن هيك بتعشقيها من إطلالاتها الأولى، احيانا الناس هون من حفاوتهم ومحبتهم بينفوا عندك احساس السفر، بتشعري انك لم تسافري ولم تغادري، وانه انت لساتك بالمكان اللي عايشه فيه واللي بتعرفي فيه كل الناس اللي حواليك. حقيقه انا يعني عندي شعور كبير بالامتنان لشعبنا الكردي العظيم، وبكل الاحوال هي العلاقه بيننا ليست يعني طارئة ولا جديدة. صحيح. تعرفي في سوريا حتى نحن نعيش مع بعض منذ زمن طويل، ولنا أصدقاء كثير من الأخوة الكرد سواء اللي بيشتغلوا بالوسط الفني أو خارج الوسط الفني. شوفي أنا كي لا أبدو مجامل، أيضا هذا شعب أثبتت التجربة أنه شعب يعني حر منتمي، لديه قضية يدافع عنها باستماتة، شعب حي محب، وبيعجبني انه ما زال يدافع عن هويته، ليس هويته السياسيه بس، كمان هويته الثقافيه والمعرفيه، عن اغنيه الكرديه، عن هو شعب حي ينبض بالحياه وعنده ارث عميق جدا وموغل في القدم، واعتقد انه هن ناس من هي الزاويه مختلفين متميزين، علاقتهم بالارض حتى بزيهم بفلكلورهم تشعري دائما برائحة التربة ورائحة الانتماء، بتشوفي صدى هذه الجبال وهذه الطبيعة الساحرة أيضا على أرواحهم. هلا أنا الكلام قد لا يسعفني للإحاطة بتجربة شعب عظيم، لكن بصدق أكن لهم كل الود والمحبة، وأمنياتي لهم برجع بقول
دائما للشعب الكردي أن يحقق كل ما يصبو إليه، لأنه شعب جدير بأن يكون سعيدا وفرحا إن شاء الله. يعني إذا حضرتك الفنان الكبير أيمن زيدان الكلام ما بيسعفه، مين الكلام بده يسعفه؟ أجوبتك ما بتشبه الأجوبة، بتشبه الشعر والنثر. تسلمي يا غالي، شكرا شكرا. بالعموم نحن حابين هالمرة رحلتك تكون مختلفة، حابين نشوف الناس السليمانية بعيون الفنان الكبير أيمن زيدان. على عيني، معناتها عنا مشوار شاق شوي، مشوار كتير حلو. أنا كان خاطر لي إنه حنيجي نقعد هيك باستوديو بمكان ونقعد ونحكي، يعني عنا رحلة شاقة. بدنا إياك تستمتع بهالطبيعة الجميلة وأنت رح تشوفه بعينك. إن شاء الله تستمتع برحلتك مع الفنان الراقي والمثقفة فاتن أحمد. شكرا شكرا لك، وإن شاء الله جمهورنا اللي يستمتع معنا كمان، ونكون ضيوف يعني خفيفين عليه. وجودك أكيد رح يستمتع. يخليك يا رب، على عيني. أستاذ أيمن، أنا كنت حريصة أني أخذك على الأجواء والأسواق الشعبية، لأن هي الأماكن هي بتحكي دائما عبق وتاريخ كل مدينة. أكيد. شاي خان شعب هو أحد الأماكن بمدينة السليمانية، خاص بالمثقفين والفنانين الكرد والزائرين لمدينة السليمانية. شاي خان شعب. شو أخذت الحرب من حضرتك؟ يعني الحرب تركت بداخل كل حدا عاش بخضمها ندوب غائرة بصراحة. فخلال الحرب أنا من الناس اللي أصبت بالمرارة والخيبة الشديدة، يعني أو ما بدي أقول الأحباط، بس بدي أقول بالوجع الشديد. فكتبت 4 مجموعات قصصية في ذاك الحين، واشتغلت كمخرج بالسينما 3 أفلام روائية، وكممثل أيضا 4 أفلام روائية. كنا حابين نوثق لهذه الحرب، لأن كان مهمتنا أنه عندما تنتهي هذه الحرب، والحمد لله انتهت، كان المفروض ومن واجبنا أنه نوثق ما مرينا به، لكي يبقى ذاكرة تقرأ فيه الأجيال القادمة ما مررنا به وتحاول تستفيد منه. هلا أنا عم بفهم من حضرتك كيف أنت حولت هذا الألم اللي أنت عم تعيشه يعني النتاج لمنجز، لأنه هذا واجبنا. يعني بالضبط. دورنا المفروض كل المسكونين بالهم العام، المفروض عندما تمر الأوطان بمحن، وأرجو ألا تمر فيها أوطان أخرى، نتمنى، بتصير واجباتهم أعقد وأكبر. والحقيقة الأحباط وعدم الإنجاز أنا بعتبره مشكلة. كان يجب أن ننجز، كان يجب أن نستمر بالدفاع، وأن نضع لنفسنا شعار هيك بسيط أن الغد أجمل. فكنا ندافع عما تبقى من الوطن، كنا ندافع عن الإنسان السوري، عن مكوناته، عن ثقافته، عن قيمه. وأذكر أنها كانت سنوات مليئة بالحزن، لكن مليئة بمحاولة تجاوز كل هذه الصعاب.
كثير من الشعوب مرت بتجارب عديدة من الحروب ومن الانكسارات، ومنهم تجربة إقليم كردستان بهذا الخصوص. إقليم كردستان يعمل جاهداً على تحويل أماكن الدمار والاعتقال والموت إلى أماكن، إلى حدائق، إلى أماكن مليئة بالحياة. كيف بتشوف أهمية هي الفكرة، وممكن نشوف هذا الشيء بسوريا؟ أكيد إن شاء الله، لا شك أنه هي فكرة نبيلة. وأنا هلأ فهمت أنه أنت نفتح هذا الحوار في هذا المكان ونحن محاطين بأبنية جديدة صحيح. أيوة، ومساحات خضراء، بمعنى أنه هذه بيوم من الأيام كانت مساحات أيضا مدمرة أو عانت من آثار ما مرت به كردستان، واستثمرت بهذا الشكل. هو هذا السلوك النبيل. يعني دائما عندما نحترم كل من ضحى على هذه الأرض، شوفي دم الشهداء دائما كانت تجلياته بالطبيعة شيء بنسميه شقائق النعمان. هي هذه الورود الحمراء، هي الرمزية، هي اللي هي رمزية هذا الهي. فأكيد أن إعادة زرع الفرح وإعادة زرع البناء والمساحات الخضراء وتحويل كل أماكن الاعتقال والدمار إلى أماكن جميلة، هذا على الأقل ستكون أرواح كل من ضحى من أجل هذا المكان أكثر اطمئنانا. وأرجو وأمنياتي أيضا كمان في بلدي وفي وطني بكرة أنه تتحول كل ما تركته الحروب من آثار مريرة إلى مجرد ذكرى، وإلى دروس حقيقية نستفيد منها بصناعة مستقبل أكثر أمان وأكثر سلام إن شاء الله. نتمنى يعني هذا الأمل، وهذا الأمل اللي نحن عايشين عليه على كل صحيح. على كل حال نحن كلنا شعوب في هذه المنطقة تعرضنا لتحديات مشابهة. دورنا الآن يعني بعتقد دور كل الفنانين والمثقفين أن يسهموا ببناء، يعني بإعادة ترميم المعمار الثقافي والمعرفي، كل شخص من مكانه طبعا، كل شخص لأنه إعادة الأعمار هذا المفهوم يا فاتن لا يعني فقط إعادة أعمار الحجر، لا أكيد طبعاً. أنت معناتها عندك إعادة أعمار البني آدم والإنسان والمنظومة الأخلاقية، لأنه أجيال الحروب أكيد تركت طبعاً هذه الحروب عندها وبمنظومتها الأخلاقية والمعرفية آثار طبعاً سلبية. هي مهمتنا نرجع نحن فعلا نحكي بالمعمار الإنساني الجديد، هذا مهم جدا بالضبط. وهون بيبرز دور الثقافة، دور الإعلام، ودور كل المؤسسات المعنية بالشأن المعرفي والثقافي، بتصير أدوارهم الآن أكثر تعقيد ومسؤولياتهم أكبر. مشان هيك أنا بدعو فعلا دائما للاهتمام بهذا الأمر، ونتذكر جميعا هيك بشكل عابر أن الثقافة والمعرفة هي الجدار الذي يمكن أن نتكئ عليه لنبني عالم أكثر أمانا ومحمي أكثر. أستاذ أيمن، حضرتك زرعت البسمة على وجوه ملايين من الناس، ونحن كتير مشتاقين لضحكة أيمن زيدان بالحياة كمان. برأيك هل صارت الابتسامة صعبة بهي الأيام؟ والله لا أخفيكي كانت صعبة كتير بالأيام اللي مرينا فيها. هي بس مو سرقت، يعني الابتسامة سرقت من أرواحنا الحرب أشياء كتير. صحيح. بعتقد إنه الابتسامة لم تعد موضوع سهل أبدا بظل الأيام والظروف اللي عم نعيشها. بس مع ذلك الواحد لما بيكون فنان بحس حاله إنه هو معني كتير إنه يزرع البسمة عند الناس، بس عليه واجب. هاي مسؤوليته، ومسؤوليته الفنان ما كتير يكون حزنه يعني يأثر على الآخرين. تعرفي أصعب شيء بمهنتنا أن الواحد عم يضطر أحيانا أنه ينسى حالته الشخصية ومزاجه الشخصي ويصير أمام مسؤولية جديدة. يعني صحيح. أنا بتذكر لما عملنا يوميات مدير عام
الجزء الثاني هذا كان ابني الاصغر الله يرحمه وقتها في طور الحاله الصعبه. فانت كيف كفنان انت عندك هيك ظرف وبدك تروح تعمل مسلسل كوميدي؟ هذا اعتقد كان موضوع صعب بس هو واجبنا، لذلك نحن دائما مرتهنين لانه نسعد الاخر، نخلي الاخر يفكر. الابتسامه صعبه بهي الايام لكن ما لها مستحيله. عظيم. وانا ما عم بحكي تفضلي، ما عم بحكي بالابتسامه المجانيه. اكيد مثل ما تفضلت حضرتك استاذ ايمن، انه بظل هي الظروف الصعبه صعب على الناس تتقبل الكوميديا بظل هي الظروف. لا بالعكس، الكوميديا بعتقد انه ملعبها الاساسي وضرورتها بتكون بالظروف الصعبه والتحديات. اعتقد انه الناس مرت بجرعات من الحزن والمراره كثير كبيره، بالعكس هن يعني بحاجه الان انه يبتسموا ويفرحوا، خاصه انه اهلنا دائما هن ناس مو بس صناع فرح، ايضا بيحبوا الفرح. لكن بيبقى السؤال الاعقد انه كوميديا شو يعني؟ تماما، يعني ضحك الناس، شو يعني متعه؟ هلا هون هو اللي بيفرق اذا كان عمل كوميدي جيد ولا عمل كوميدي رخيص. الاعمال الكوميديه اللي مهمتها فقط الاضحاك انا بعتقد ان هي اعمال ما بتعنيني انا شخصيا. حتى الكوميديا لازم تحمل رساله، يحس اللي عم يتفرج انك عم تحكي عنه، يشوف حاله بهي الشخصيات اللي عم يشوفها، يتذكر صحيح. الناس اللي حواليه. مشان هيك الكوميديا فن كتير كتير صعب، ومشان هيك احيانا بنتروى. انا اخر تجربه كوميديه عملتها من سنتين بمسلسل اسمه الفرسان الثلاثه، وبعد غياب طويل على الكوميديا اكتشفت انه روحي لسه قادره انه تصنع. عظيم. هذا اللي بيسعدنا، هذا اللي بيسعدنا. يسلموا ايديكي. والله تلبس مثل الشال عنا يعني. هيك صح؟ اكيد. استاذ ايمن، مثل ما انك شايف حضرتك نحن موجودين بهذا الصرح الثقافي بالمسرح الروماني بمدينه السليمانيه. لطالما كان المسرح شغفك طول حياتك، يعني بايام يعني بعز نجوميتك انت ما تخليت عن المسرح، برايك ليش هو مهم لهي الدرجه؟ اول شيء لا اخفيكي، لما دخلت هذا المكان هيك فجاه تفجرت بداخلي براكين ذكريات كثيره، لانه لما شفت مدرجات والستيج او الخشبه تبع المسرح تذكرت كل تجاربنا الأولى من بداية تفتحنا على المهنة. كانت البداية بالمسرح. بكل أحوال المسرح إذا لم تكن يعني أو إذا ما كان الفنان وفي له هو بيخسر كتير من رصيده الإنساني والمعرفي. صحيح صحيح. المسرح بالنسبة لي أنا لم أتخلى عنه، كان هو خياري الأول وسيظل دائما. اشتغلت طبعا بالمسرح القومي السوري، اشتغلت بمسارح الهواة، مسارح العمال والشبيبة والجامعة، وبالمسرح الخاص. وبداياتي أصلا كانت بالمسرح الخاص. أنا قبل أن أشتغل ممثل بدأت ملقن، يعني عادة بالخشبات القديمة كان في هون مثل فجوة مساحتها لا تتجاوز متر بمتر، بيجلس فيها شخص يلقن الممثلين الحوار، لانه كانت قبل شغلك بالتمثيل. قبل الشغل لانه كانت هي الفرق بسيطه وما تاخذ الوقت الكافي من البروفات، فكنت اقعد انا ولقنهم. علاقتي بالمسرح الخشبه علاقه حميميه تشبه حد التوأمه، وانا كل ما شفت هي المدرجات وحتى هي اللي موجوده من ايام الاغريق حتى الان، صحيح، انها تتسع لاعداد هائله، فالمسرح ضل براسي
انه هو فن شعبي، لانه كل الاثار المعماريه اللي انتركت من المسرح بنلاحظها مدرجات تتسع لعشرات الالاف. فالمسرح طوال عمره له علاقه بالناس، حتى ايام اليونان. بكل الاحوال المسرح اهميته تنبع من انه هو جدار معرفي، هو نبع معرفي بينهل منه الفنان. لانه انا لما بدي اعمل مسرحيه كمخرج او كممثل اجد نفسي متورطا باني اعمل ابديت او رحله بحث حقيقيه لنعرف من هو المؤلف، الظروف السياسيه والاجتماعيه اللي عاش فيها. صحيح. فبتلاقي حاجه فجاه انت عم تدخلي على مجموعه من المعارف الجديده اللي بتغني تجربتك. وبالتالي هو ايضا يستطيع ان يبني علاقه خاصه مع الجمهور. لذلك هو مهم السبب القرب في من العالم. اللقاء الحي والمباشر في منطقه ودلالته الخاصه فيه. بالمسرح يمكن ان تستخدمي اشارات صغيره الى دلالات كبيره. هذا الفن الساحر انا بعتبر انه واحد من مقاييس حضاره الامم قديش عندها مسرح مهم وجيد. هذا الزي التقليدي الكردي ما تماما، بس في مزيج من الالوان كثير. الوان الملابس الكرديه ماخوذه من الطبيعه، من ورود وازهار الجبال. فبنشوف في كثير تعداد الوان ومزج، بس كل هذا المزج هو ماخوذ من هي الجبال ومن هي الالوان الطبيعيه. يمكن لانه علاقه الكرد بالارض علاقه وطيدة وحميمية. تماما. هم يعني بالنوروز بيطلعوا بيمضوا كل النوروز بالطبيعة وبالجبال برا، وهو أهم شيء إنه مثير للبهجة والفرح. طبعا. اليوم مدينة السليمانية عم تفتخر بهذا الصرح الثقافي العريق. قديش برأيك هو يعني مهمة هاي العلاقة بين المسرح والجمهور؟ ليس بين المسرح والجمهور، قديش يمكن مهم وجود المسرح بمدينة مثل سليمانية. أكيد بيعمل حراك اجتماعي، بيعمل تصدير للهوية وللثقافة، ويمكن وجوده أصبح ضرورة ملحة في بلد رائعة تنجز على المستوى المعماري إنجازات شفناها بجولتنا المشتركة. تمام. لكن بتمنى أنه يكون هناك عدد لا متناهي من المسارح في مدينة يليق فيها الفن والإبداع إن شاء الله. جميل جميل أستاذ. يعني ممكن نشوفك يوما ما على هذا المسرح؟ أتمنى أن يسعفنا ما تبقى من العمر أن نقف ليس على هذا المسرح، الحياة على أي مسرح في أي بقعة في العالم. يعني أتمنى ذلك، وبتمنى فعلا أنه ما تبقى من عمرنا يسعفنا هيك إن شاء الله طولة العمر يا أستاذ. يا رب. كثير من الناس الكرد نسبة منيحة ما بيعرف كثير عن الثقافة العربية، وبنفس الوقت كمان كثير من العرب ما بيعرف عن الثقافة الكردية. للأسف هذا يعني بصراحة شيء محزن، رغم أنه تعايشوا سنوات طويلة مع بعض. هلأ شوفي معروف طبعا السينما الكردية صدرت قيم على المستوى المخرجين. السينما الكردية استطاعت أن تحتل حيز لا بأس به بالموقع السينمائي بالمنطقة، كذلك بالأدب الروائي، وكذلك بمجموعة من الشعراء والمفكرين والسياسيين. يعني المجتمع الكردي غني بكثير من هؤلاء الكبار اللي الحقيقة نحن لازم نعرف نتاجهم، لأنه هو مهم، لازم نطلع عليه، ولازم هذا الإرث المعرفي الإبداعي يتصدر يكون متبادل، تتعرف عليه الثقافات الأخرى، والعكس أيضا صحيح. أنا مشان هيك عودا على بدء بعتقد أنه هذا التواصل، هذا التمازج بين الثقافات أصبح ضرورة من ضرورات العصر المعرفية. وبأمل يوم من الأيام مثل ما قلت لك أنه تجي لحظة نشوف هون مهرجان يعني يلم مجموعة هذه الثقافات، وخاصة بالمسرح باعتبارنا نحكي عن المسرح. ويوما ما عندي إحساس أن هذا الفن العظيم
سيولى كل العناية والاهتمام يوما ما إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ. قبل ما نبدأ حوارنا اسمح لي أعرفك على مدير المتحف أستاذ هاشم حمي عبد الله، هو اللي رح يعرفنا على تاريخ تأسيس المتحف وعلى أقسام المتحف. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. الحقيقة المتحف السليماني تأسس في 14 تموز سنة 1961. في البداية كان في مبنى صغير في شارع سالم، لكن في سنة 80 تحولنا إلى هذه البناية، والآن يعتبر المتحف السليماني ثاني أكبر متحف في العراق، والأول في إقليم كردستان من حيث الغنى بالقطع الأثرية. وطبعا هذا المتحف تعرفون مثل باقي المتاحف في الشرق الأوسط مرت بأزمات كثيرة، لكن بجهود الأشخاص المهتمين مثل السيدة هيرو خان والسيدة شاناس خان والأستاذ كاك قباد وكاك بافل ومام جلال الله يرحمه، هم اللي كانوا داعمين الأساسيين لمتحف السليماني. بكل الأحوال بعتقد وأنا معك إنه نحن لازم أجيالنا تعرف امبارح لحتى تقدر تصنع بكرة أحلى. بالضبط. شكرا لك يا أستاذ هاشم. يا هلا مرحبا. أهلا وسهلا. شرف شكرا يا هلا مرحبا. تعرفي قصة التاريخ والعلاقة مع التاريخ، نحن نتحاور مع الموضوع التاريخية بالدراما مشان نجاوب على أسئلة راهنة ساخنة وطازجة. لما أنت بتكون موجود بالمتحف شو أول إحساس بيجي على بالك؟ أنا فعلا لما بدخل هذه الأمكنة أحس أننا وأننا عظيمة وكان لدينا حضارات أتمنى أن لا نصل إلى وقت مجرد أن نرثيها أو نتغزل فيها. أتمنى أن تعاد هذه الحضارات وأن ننهض ثانية، وهذه الشعوب حية تستطيع أن تنهض مرة واثنين وثلاثة رغم كل التحديات. هلا عندنا مشكلة كما قلت، يعني مثل ما قلت لي، نعود إلى التاريخ. إذا توقفنا عنده فنحن أسرى له. صحيح. وأعتقد يجب ألا نتوقف عنه، بمعنى يجب أن نتعلم منه ونستمر من تجارب من سبقوا. نحن مشكلتنا ما زلنا أسرى بصراحة بهذا التاريخ، ولا زلنا نتغزل بماضي اندثر وراح. يعني واعتقد ان كل الامم المهزومه تفتح دفاتر العتيقه. انا اعتقد علاقتنا مع التاريخ نحن كشعوب هي حاله تغزل للاسف، غير برايي هي حاله انا لا اتفق معها. التاريخ كي نتعلم منه وليس كي نتوقف عن حدوده ونتغزل فيه ونقول بكل الأفعال الماضية الناقصة كنا وكنا. تمام. أنا بعتقد أن السؤال الأهم كيف سنكون وكيف سنعود ثانية على الأقل بشيء مما كنا فيه. فنحن أسرى للتاريخ وأسرى للتغزل فيه للأسف. أستاذ أيمن، اللي عم يصير حاليا بسوريا وبالمنطقة بشكل عام هو رح يكون بذمة التاريخ. برأيك بالمستقبل القريب الأجيال القادمة هل رح تقدر تتجاوز هاي الأحقاد وتكمل حياتها؟ الحقيقة المفروض نآمن بهالفكرة ونتعلم حتى من تجارب الآخرين. في رواندا آخر ضحية لحرب أهلية بين القبيلتين توتسي واليوتو كان 1994، والآن رواندا هي سنغافورة أفريقيا. تصالحوا وتسامحوا وتجارب كثيرة يعني من البلدان. أنا أعتقد أن إيماني بالجيل كبير
واعتقد انه سنتجاوز هذه المرحله، ويجب ان نسعى جميعا لتجاوزها وان نعيش تحت مظله تسامح حقيقي. تماما. طبعا بس هذا ليس سهلا، هذا يحتاج فعلا كما قلنا عبر الشيء الثقافي والمعرفي والاعلامي ومؤسسات كثيره يجب ان تعمل على هذا المشروع، لانه تجاوز هذه الفتره المظلمه من حياتنا اللي مرينا فيها اصبح ضروره كي نبني غد احلى واجمل. تماما. في تجارب كثير يعني بتاريخ البشريه، منها تجربه اقليم كردستان كمان اللي قامت بالاساس على طي صفحه الماضي. اكيد. والبدء الى بحياه مشتركه للمستقبل. أكيد. طي الصفحه هذا امر معقد، هو مسؤوليتنا جميعا. تمام. وخاصه مسؤوليه صحيح. المسؤولين بالهم العام صحيح. وبالقضايا العامه. صحيح. امل للجميع حياه امنه وان يسود الامان والسلام العالم. لا يا استاذ، بعد ما تركنا زحمه المدن والصخب والازدحامات واجينا على مكان ساحر مثل هذا، رجعنا لاحضان الطبيعه. نحن حاليا بتشمي رزان، هو مكان يقصده السياح من كافه انحاء العراق. انت شو احساسك؟ كيف توصف لي علاقتك مع الطبيعه وهي الاماكن الساحره الجميله الخلابه؟ العلاقه مع الطبيعه اكيد هي حاله يعني من التوأمه. أنا شخصياً بحب كتير الطبيعة، ويمكن لأنه حياتنا كانت مليئة بالصخب والضجيج. أما فيما يخص شغلنا، علاقتنا مع الطبيعة كانت مختلفة، لأنه بمسلسل نهاية رجل شجاع كان واحد من المحاولات الأولى للخروج بالكاميرا إلى مساحات مفتوحة بالطبيعة. تعرفي التلفزيون ببداياته كان دائماً يشتغل ضمن استديوهات مغلقة. صح. واحدة من المحاولات الأولى وليست أول محاولة كانت في نهاية رجل شجاع. خرجنا إلى بابنا وإلى بانياس ومحافظة اللاذقية بقراها الساحرة، وتابعنا مشوارنا بالتصوير والعمل مع الطبيعة. فعلاقتنا بالطبيعة علاقة ليست فقط خارج حدود العمل، هي كمان كانت جزء من معظم المشاريع اللي نحن عملناها. لكن لا أخفيكي طبيعة مهنتنا شوي ظالمة بهذا الشيء، لأنه لا نملك كثير من الوقت أن نستمتع. عم تسرق حالك سرقة، تسرق لحظاتك سرقة لحتى تروح. ما عندنا وقت، لأنه مهنتنا متعبة ومرهقة، بحاجة لوقت طويل. أيوة، وخاصة المشاريع اللي الصعبة اللي بنساويها. بكل الأحوال هذا لا أحلى شيء في المكان، إنه ما زال جماله بكر كما يقولون. يعني أيوة، ما زال يعني طبيعة مثل ما هي، الإنسان مو لعبان فيها كتير. صحيح. خلينا مثل ما بنقول. بس يعني شيء محزن بظل التغيير المناخي اللي عم يحصل بالعالم حاليا، من زيادة التصحر وقلة المساحات الخضراء، زيادة التلوث، شيء يعني محزن بالفعل. للأسف هي أزمة يعني شبه عالمية. تماما. ولا شك يعني لابد من الانتباه لها والعمل عليها، لأنه هي انعكاساتها على المناخ وعلى الكائن البشري بالآخر انعكاسات سلبية مدمرة. يمكن نحن ما لنا منظرين بالطبيعة ولا علاقة لنا اختصاصيا بمسألة البيئة، بس كل ما نقوله أنه بلادنا جميلة. نحن نحتاج إلى خدمات سياحية عالية ترقى لمستوى هذا الجمال الطبيعي. صحيح. حقيقة هذا العنصر الخدمي الأساسي. صحيح. وبقدر أقول أنه خلال رحلتنا بالسليمانية خطوة بعد خطوة عم نكتشف كم التنوع في هذه المدينة. يعني صحيح. من
الشيء التراثي الى الشيء الحداثي الى الطبيعه الى هذا التنوع بالتضاريس هو ميزه لهذه المدينه. تماما. حقيقه يعني في قانون ديكوين كردستان هو من اجمل واهم القوانين انه بخصوص العمار، انه اي يعني مشروع بناء سكني جديد في قانون بيلزم انه يكون في مساحات خضراء متوفره ضمن المشروع. تمام. او هذه يعني بتتراوح نسبته حسب مساحه المشروع طبعا، بس كي تتنفس المدينه ولا تتحول الى مكان خالي. شوفي يعني نرجع انه لازم هلا انا اللي راح ورطك فاتنه هذا الخضار نحن عاده مرتبط انه بنروح نشم الهواء يعني. صح. يعني لما العائلات الدمشقيه كانت تاتي الى هذه المناطق تقريبا مشابهه او صحيح. مجموعه اصدقاء فيجيبوا الاكل واللحمه واذا اصدقاء بيجيبوا العود والاله، فهي فرصه الطقس السوري المشهور. معناتها بدنا فرصه نسمع منك غنيه كرديه هلا وحت لك شوي ولو هيك مقطع صغير الدمدمي لانه هون دائما عندنا الطبيعه مرتبطه ايضا بالصوت الجميل وبالاغنيه. خدا حافظ خاكو ولاد جردنات آزا ولاد خدا حافظ خاكو ولاد جردنات آزا ولاد جردنا من توازا كي دنيا مرقو مرنا ولاد دل بريشا سوكاري دلبري شانيم فقير وجاريم بك سوكاري. وهذا التلفريك الرائع اللي بيطل تماما عم يطلع على كل معالم المدينه. يمكن التوقيت هلا شوي يعني هو بين النهار والمساء. بتمنى انه تكون الاطلاله كثير واضحه لانه حقيقه اطلاله ساحره على المدينه. أنا بعتبر حالي مستمع جيد، بس أنا باعتبار بحترم إذن المستمع فما بغني ولا بحياتي غنيت يعني دندن ما لا مستباحة، بس أنا عادة بحب العتابة مو بغنيها بس هي بحبها لأنه هي نوع من الفنون الصعب يعني إنه نفس المفردة بدك تستخدميها بثلاث معاني مثلا. صحيح. فبس لانه عندنا مخزون وانا كنت من ضيعه كل اعراسها فيها عتابه فعلى الاقل انا من هواة استماعها يعني عموما بعرفها. اما علاقتي بالاغنيه فانا بقدر اقول بصراحه عن حالي انني مستمع جيد. يعني هيك ما بتدندن بس هيك لحتى تغير مزاجك لحتى المشكله كان ممكن دندن بس لما بسمع صوتي برد بنتزع مزاجي. فمشان هيك ما بعملها. هلا نحن بطريق الرجعه بالتلفريك، المكان الحقيقه ساحر وانك تطلي على مدينه ليلا وتشوفي كل المساحه الممتده المناره والمضاءه واللي فيها هيك حياه حقيقيه حتى ليلا بالسليمانيه. ايوه على كل حال انا برجع بكرر يعني فعلا امنياتي اليك بحياه كثير حلوه. نحن جلنا باكثر من مكان بهي المدينه، ذهبنا لأماكن مختلفة متباعدة. صحيح شفنا معالم أساسية للمدينة وفي مسافات شاسعة. كانت متعبة حقيقة. صح أرهقنا قليلا بس احنا الواحد ما يخفف الإرهاق إن شاء الله إنه يكون الحوار في معنى وننقل رسالة للناس عن هذه المدينة
التي يعني تستحق الاحتفال. نحن جدا كنا مستمتعين بكل الحوار اللي صار وبكل المعلومات والخبرة اللي انت حكيتها والتفاصيل اللي انت اعطيتنا اياها من خبرتك ومن حياتك. وانت كمان ورطناكي كمقدمة لأول مرة انت فنانة مطربة. صحيح. وكنت ضيفة، لكن هاد من حسن حظي يا استاذ. إلهي يا روح لا تحزني، ويا قلب ضلك هني، زوار جينا عالدني والعمر بحر ونهار. يا روح لا تحزني، ويا قلب ضلك هني، زوار جينا عالدني والعمر بحر ونهار. إلهي 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 شكرا. هيك أثرتوا فينا شجون ورجعتونا هيك لسنوات الحلم والشغف. هي 1993. بس احنا متفقين انه لسه الشغف مستمر. اي طبعا طبعا، ودائما هذا اللي طمنا. صحيح. والاعمال دائما اللي بتكون معموله بحب يمكن بتعيش زمن طويل. طبعا. طيب فاتن، نعم، اهلا وسهلا فيكي مرة حبيبتي. ثانية. كيف كانت شكرا. الرحلة؟ احكوا لنا شوي عن هي الرحلة الجميلة. يعني هي من احلى الاشياء اللي صارت شكراً. بحياتي. كانت رحله مع الاحبه حلوه وكل امنياتي لكم يعني، ولهذه المدينه بدوام الفرح والامان والسعاده. برخاطري صويت ورا حياتي أوادم بسليماني أشقي قدو بالات مدبيرنا بردو وش بدردي منزاني صويت خمار ونرقيت بوتشينا يا بيبينا برباطل تماشايكا قلبي جيقاني بشيرين وي يا ربي مرقيت نبينا كيشان دجنا مرقولان وي مرقيلاي تكرا دجنا هلالا عرق لوهان يادتكي تكتك دي تخوار ترداكت ولد خالا تويت خمار ونرقيز بوتشينا يا بيبينا برباطل تماشايكا دربي جيقاني بشيرين وي يا ربي مرقيت نبينا.